تخيل ان جمهور الزمالك فرحان اللي هو اتعادل معاك امبارح، ومصدر لنفسه ومصدر للدنيا كلها اللي هو ما عندوش سكواد وعنده مشاكل، وانت عندك استقرار وعندك لعيبه بالمليارات. طب تعالى نرجع كده من 6 اشهر فاتوا لما ابتدوا يعملوا صفقات. كانوا بيقولوا على عبد الله السعيد احسن لاعب في مصر مع ان سنه كبير، وبيقولوا على دونجا احسن 6 في مصر، وبيقولوا على الجزيري احسن 9 في مصر، وبيقولوا على شحاته اللي هو مستقبل خط الوسط في مصر، وبيقولوا على عواد احسن حارس مرمى، وزعلوا لما لعب شوبير عليه وعملوا مشكله، وبيقولوا عمر جابر ازاي ما يشتركش في المنتخب، ده عالي جدا واعلى من عمر كمان. وعندهم زيزو احسن لاعب في افريقيا، وزعلوا قوي اللي هو ما خدش الجايزه. وكانوا بيقولوا على شلبي احسن جناح شمال في مصر. مش ده السكواد اللي كان بيلعبك امبارح؟ هي اللعيبه دي، وهي اللعيبه اللي خدت السوبر. بس هو كان عارف ومتاكد اللي هو امبارح هيتغلب، وكان مرعوب منك، كان مرعوب منك حرفيا. فلما اتعادل معاك عمل الفرح اللي انت شايفه ده كله. تخيل العقليه اللي انت بتتعامل معاه يا راجل، ده انت بتتعامل مع جمهور فرحان اللي هو عمل 40 تمريره، 40 تمريره على الاهلي. والله العظيم زي ما بكلمك خاربين الدنيا على السوشيال ميديا اللي هو اتعادل معاك، ومصدرين لنفسهم او بيكذبوا كذبه وبيصدقوها. انت بتتعامل مع جمهور فعلا عنده انفصام في الشخصيه. لو عجبك الفيديو ما تنساش متابعه اخوك الاهلاوي، يا ريت تبعتها له عشان يسكت.